على الارقام اللي عم تطلع قدامكم على الشاشه لحتى تقدروا تستفسروا اكثر اذا عندكم مشاكل مع اولادكم مع الدكتور محسن. الو نعم، اهلا صباح الخير. هلا صباح النور. نعم، مين معنا؟ معك جاك اندري من الدوره. اهلين مسيو جاك. حضرتك اكيد عندك مشكله وبتحب تناقشها مع الدكتور. نعم يا ريت. نعم تفضل دكتور. الو صباح الخير جاك اندري. صباح الخير جاك. دكتور عندي مشكله حاب اتناقش مع حضرتك فيها. تفضل. عندي ولد ورش كثير دكتور، ابني كثير ورش. قد ايه عمره؟ عمره 12 سنه وهلا يعني قريبا بيضبط 13. ايه هذا العمر اللي عم نحكي عنه هلا بموضوع هذا العمر الثقيل مثل ما بقول، عمر الجلقنه والورشنه وما بقدر اخبرك يعني لا لحظه خليني اقول لك شيء بس ابني جلق دكتور. لا عرفت، بس نحن هاي الكلمات مش لازم نستعملها مع اولادنا لا اعلاميا ولا حتى بالبيت وبالتربيه، لانه يعني بصراحه هو طلعني من ثيابي لدرجه انه بطل فرقاني معي اعلاميا وعلى راس السطح بقولها ابني جلق. بعرف. لا بترجاك انك ما تعيد هاي الكلمه، لانه انت لازم تحضن الولد ولازم تعطيه الدفء العائلي والحنان العائلي، لانه حتى ما تندم يوما ما وتخسره لابنك. بس خليني اسالك سؤال بس، شو تصرفاته بس؟ يعني ما فيني خبرك دكتور، هذا ولد نهوز وقت البوزه هلا زرع كتافي لشوف زرع كتافي. استاذ جاك خليني اقول لك بس، العلاقه المشتركه بينك وبين ابنك لازم تفهمه للابن، يعني لازم علاقه ولا بلوط، هذا بيفهم بعلاقه، هذا ولد. لا اسمح لي ارجوك يعني هودي اولادنا، هذا ابنك اللي طلع صوته؟ نعم دكتور هذا ابني. معلش احضنه قد ما فيك، ارعاه قد ما فيك. هذا بينحضن وهذا بنرعاه دكتور، صدقني لك يا محلى طول كلب شيانلو في التمبل. لا اذا بتريد الله يخليك. معلش اذا بتريد مسيو جاك، اذا بتحافظ على الالفاظ شوي كرمال استاذ جاك اول شيء بدك تامن له رعايه كثير خاصه. امنا له يا دكتور. ثاني شيء ما عم بيمشي الحال. طيب بدك تعمل له حضانه لكن بدك تعطيه دفء وحنان ما له المثيل. عملنا له اياهم هون ما مشي الحال. طيب ثالث شيء بدك تستعمل معه ايديولوجيا معينه خاصه كثير. هذا بيفهم ايديولوجيا، هذا لك ما شو فاهم مش عم بيعمل شيء مثل ما عم بيقول ليك شو هالصب اللي عم صاير عم بيصحصح لي يا دكتور. لا عم يصحصح ابنك بيصحصح لك معقول على الرعي وجاي بيصحصح لي؟ لا تفكر لك انا تروق على كف عبوزه وهر له اسنانه وقطيعه تقطعك وتقطعه، شو مخلف قرد انت كمان؟ عم بقلبك معقولي هالشيء هذا؟ دكتور اذا بتريد معلش يعني قد ما كان نحن على شو هالولد اللي عنده اولاد وعيال يعني ما بيريدوا يسمعوا هذا. هلا هو على كتافك، لحظه اذا بتريدي، هلا هو على كتافك هو؟ بعرفش على كتافي هلا. لك امسكه من رقبته طق له اياها ونزله خبطه بالارض، يخرب بيتك وبيت بيتك انت وياه. ولو يا دكتور معقوله؟ شو هالولاد؟ ليك يا خيي عندك بانيو بالبيت؟ عندي. عبي البانيو وفطسه غرقه، شمموا ريحه الموت وطلعه خليه يعمل يخرب ذوقك وذوقه. هيدي ولاد؟ ولو يا دكتور عيب، هيدي قرود هي اللي مخلفينها. هيدي هي الامور الشخصيه، ولو عيب عليك انت دكتور قد الدنيا يقعد تحكي. عشان تقولي لي دكتور ومهندس انت كمان يخرب، وما تيجي لعندي على العياده اذا مفكر تيجي لعندي انت ولا جاك كمان. نحن بنشكر اتصالك. كل هالمقابله انا كمان انتو خلف ابنك وروح كبه. ولو هيك طلعت دغري من ثيابها. الامور شخصيه العمى بهالولاد اللي عم تجي. روحوا عني يا عمي. دكتور اذا بتريد خلينا اي دكتور واي حكيم روحي انت كمان عني تعشي